المية 3 يورو. ده الواحد 2 يورو. كتير حلوة. والحلوين أنا عايزة أخد من دول، أخد لي أنا من دول 3. أنا كتير بعتكم دول، أخد لي 3 منهم. كتير حلوة. 3 يورو. هدول المجات كلهم 5 يورو. شو حلوين. هذا المحل طبعا انا مش قادره اعلي صوتي. هذا المحل اسمه اكشن، معروف كتير كتير يعني. فرش 19 فرش الترابيزه. كتير حلوة. بتاعتي كتير حلوة، شكلها كتير 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 حلوة. اجي حقها 3 يورو، وهاجي حقها 4 يورو. اجي حقها 3 يورو. كتير حلوة. هاجي كمان كتير حلوة. هاجي كمان شكلها سو كيوت، كتير حلوة. صراحة المحل كتير حلو. تبرولات، علب للتلاجات صنانة حلوة. كمان حلوة قوي. قد ايدي 4 يورو. حقها 4 يورو. الحلوة الصغننة دي حقها 2 يورو. حلو قوي. مواعين وكاس الزبالة، طناجر وحاجات ومحتاجات. كوباية البلاستيك دي كلها يورو، معروفة. نروح بعد ده كده خلاص. ايش في حاجة تاني؟ ايش اعمل كده؟ كله تمام حلو. خلاص نروح يلا. نظارات، شغل بقى ايه، الندورات، شوتات، شوفوا. يلا كده اخر شيء. شكرا لحسن استماعكم.
قالوا في حاجة تاني هنا للبيت، عشان احنا داخلين على عيد شم النسيم، عاملين لنا بيت، شم النسيم. الأنارب، أرنب، الأرنب، هنا بينزلوا الحاجة تبع الأعياد قبلها ب3-4 أشهر، يوم منزلينهم عشان خلاص احتفلوا بعيد اللي هو شم النسيم. هنا بيقولوا عليه عيد البيت، مش عارفة ايه دخل البيت في شم النسيم، بس ما اعرفش يمكن عشان بناكل بيض فيه، مش عارفني ايه لخرة الأرنب، مش عارفة برضو بالعيد اهو. كل بلد ولها عاداتها وتقاليدها. واجي أرنب تاني اهو، عشان اللي مش عاجبه الصغير في أناريب كبيرة، يعني موجود كل الأحجام اهو، مش حار منا من حاجة. واجي أرنب. هنا بقى في الأعياد بيقدموا للأطفال الأرنب ده، بيدوه أرنب بس. الحاجات دي يعني بدل ما تديه هدية بتديله أرنب، بتوفري عليكي. بنجيب الأرنب ونديه للولاد بيفرحوا بيه. يلا، ورمضان جاي إن شاء الله بالخير عليكم يا رب، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعله رمضان خير عليكم وعلى الجميع يا رب. بس دي بقى انا بقى حاجات عيد الميلاد انا بجيب من هنا صراحة، لكن المناديل تبع الأعياد يورو، كلها يورو، كل ده يورو. دي شو حلوين، يورو. الصحون كمان أعياد الميلاد، بس كل شيء صراحة هنا كويس، كتير حلوين. يلا اقول لكم بقى اشوفكم على خير ومع الف سلامة.